الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. انقضى شهر رمضان وولت أيام النفحات. ذهبت الأيام التي يكون العمل فيها على أشدها. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلناها كثيرا لما قال لنا: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. كانت عين أم النفحات أيام شهر رمضان، عين النفحات، أم النفحات، هذه الأيام الكريمات، هذه الأيام المباركات، هذه الأيام التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل صمت رمضان إيمانا واحتسابا أم لا؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى قيامك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر، هل تظن أنك أدركت ليلة القدر؟ أنك عملت في ليلة القدر؟ أنك اغتنمت ليلة القدر؟ هذه الأيام التي على العاقل أن يراجع نفسه فيها، يجلس ويتأمل: هل عتقت من النار أم لا؟ وهي 30 ليلة، 30 ليلة يقول لك النبي فيها: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. 30 ليلة، كل ليلة فيها عتقاء من النار يعتقهم الكريم. يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ربما بالملايين كل ليلة. فإذا كانت كل ليلة فيها عتقاء من النار يعتقهم الكريم سبحانه وتعالى، فكلنا ينظر لنفسه لحاله: هل عتقت من النار أم لا؟ هل غفر لي أم لا؟
هذه أيام محاسبة. الذي اجتهد، الذي عمل، الذي زرع، الذي فعل في رمضان الأفاعيل من الطاعة والعبادة وغيرها، يجلس ليشكر الله سبحانه وتعالى، يقعد يقول الحمد لله الذي وفقني على العمل في رمضان، يقعد يقول الحمد لله الذي بلغني رمضان وأعانني على الطاعة في رمضان ووفقني للعمل في رمضان، يشكر الله. هذه الأيام الذي اجتهد فيها وعمل فيها يجلس للشكر، يحمد الله تعالى أن وفقه لهذا العمل. أما الذي قصر يحتاج إلى وقفة مع نفسه. اللي قصر في رمضان محتاج وقفة مع نفسه يكلم نفسه فيها. انت عايز ايام ايه افضل من ايام هي من خير الايام عند الله سبحانه وتعالى؟ كلم نفسك وخد ودي معاها. ايام هي خير الايام عند الله، وقصرت في هذه الايام، انت محتاج ايام ايه تاني؟ كلم نفسك، قول لها ايام الشيطان مش موجود فيها، ما توحد الله، الشيطان مش موجود فيها، ما بعملش طاعة ليه؟ ما ببعدش عن معصية ليه؟ أنا بعمل طاعة ما بزودش في الطاعة ليه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يبقى بقعد مع نفسي وحاسبها. أيام نفحات وخير، أيام الشيطان فيها مش موجود. هو احنا مقصرين ليه؟ أنت مقصر ليه؟ أيام كل الناس تقريبا على عبادة، تنظر يمينا أناس يعبدون الله، تنظر يسارا أناس يعبدون الله، سواء في المسجد أو خارج المسجد. اللي كان بيمشي يزعق ويعمل ماشي في سبحة وبيسبح، أو قاعد على جنب بيقرأ في المصحف. اللي كان بيصحى الصبح يشغل لنا في المحل بتاعه أغاني من الساعة 7 الصبح بقى بيشغل قرآن. وقت الصلاة كله رايح يصلي، بيقول لك يلا نقوم نصلي. بالليل في قيام، أكثر الناس تقيم الليل. ده عبادة في كل مكان، على كل حال في عبادة. يبقى المقصر ده محتاج يقف مع نفسه، محتاج يراجع نفسه. الذي لا يصلي وقال قبل رمضان هصلي في رمضان وجاء رمضان ما صلاش، يبقى ده محتاج ايه؟ ده محتاج رجوع، ده محتاج وقفة شديدة، ده محتاج يعلم. الذي قصر في رمضان، الذي نوى أن يبدأ الصلاة ولم يصلي في رمضان، الذي نوى أن يبدأ القرآن ولم يقرأ في رمضان، الذي نوى أن يكون له ورد من الذكر ولم يفعل في رمضان، هذا قلبه أسود والعياذ بالله. هذا قلب عصى الله مرة فنكتت فيه نكتة سوداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. عصى الله فنكتت نكتة سوداء، ثم عصى مرة أخرى فنكتت نكتة أخرى، وثالثة ورابعة وعشرة ومية ومليون، فأصبح هذا القلب مغلف بالسواد، نعوذ بالله تعالى من السواد. فيبقى ده محتاج إيه؟ محتاج يراجع، محتاج يرجع، محتاج يحاسب نفسه، محتاج يعرف يعني إيه أنه ضيع هذه الأيام، ويعلم أن الله تعالى أنعم عليه بأن بلغه هذه الأيام، وبأنه حتى الآن على قيد الحياة. عشان شهر رمضان ده كل يوم فيه كان بيقول لك أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يبقى لازم تاخد بالك، لازم تقعد تعرف عملت إيه في رمضان. طب ما رمضان عدى، رمضان عدى وخلاص، بقى نقعد نشوف في القديم ليه؟ عشان تعرف نفسك بتعمل ايه، عشان تعرف في هذه الايام اللي زي ما قلنا ايام خير ونفحات، ايام ما فيهاش شيطان، ايام الناس كلها فيها على عبادة وانت قصرت. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج تراجع نفسك، محتاج تشد همتك كده شوية، محتاج توبخ نفسك، ما تفوقي، ما تاخدي بالك،
محتاج تفكر نفسك بالموت، وأنك عندما قصرت في رمضان ربما تموت الآن على غير عمل صالح. فهذه أيام محاسبة، هذه أيام محاسبة للنفس. طب الذي عمل في رمضان بإذن الله نكون جميعا منهم، اللي عمل في رمضان واشتغل في رمضان وصام صيام كان حاسس بيه جوه قلبه كده في رمضان، وقام الليل في رمضان قيام جميل جدا، وقرأ القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأعمال دي أخبارها تمام ولا نص ونص؟ كان سلفنا الصالح يقولون علامة العمل، علامة قبول العمل بعد رمضان، علامة قبول العمل في رمضان العمل بعد رمضان. عشان تتأكد إن عملك في رمضان مقبول تبقى بتشتغل تاني بعد رمضان. يا عم ده أنا كنت بقرأ كل يوم جزء وبعد رمضان زيرو، يبقى زيرو. ما هو لو كل يوم جزء أضعف الإيمان بعد رمضان كل يوم ربع، ودينا عدى بعد رمضان أسبوع. اقعد مع نفسك يا من كنت تقيم الليل يوميا، كل يوم قيام ليل، قمت كام ليلة بعد رمضان؟ وتنظر وتحكم على نفسك وتوزن لنفسك، عشان انت اللي عارف نفسك، انا مش عارفك. احنا هنلتمس الاعذار لبعض، هقول لك ما يمكن تعبان شوية، ما يمكن بيصلي في بيته، ما يمكن، انما انت لنفسك عارف. لأن المسلم عاقل كيس فطن، عارف انه ممكن يعمل الذنب وستره الله، بس بينه وبين نفسه عارف انه ذنب. اقعد مع نفسك وحاسبها. في رمضان قمت الليل، بعد رمضان بأسبوع قمت كام ليلة؟ قمت كام ليلة بركعتين بس مش أكتر. اللي كان بيقرأ القرآن في رمضان بجزء واثنين وثلاثة في اليوم بعد رمضان قرأت في الأسبوع كله كم جزء؟ قرأت أصلا ولا لا؟ العبادة مستمرة. رمضان انتهى، عبادة رمضان انتهت، ولكن العبادة مستمرة. الله سبحانه وتعالى قالها لنا في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. اعبد ربنا سبحانه وتعالى لحد ما يجي لك ايه؟ الموت. يعني مش لحد اخر رمضان، لا. يعني مش الستة من شوال بس اصوم الست ايام وبعدها نعيث في الارض فسادا، لا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سيدنا الإمام الحسن البصري كان يقول: إن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجل إلا الموت. ما توحد الله، الأجل ده اللي هو العمر. بيقول لك بقى ربنا عمل للمؤمن عمر العمل بتاعه قد إيه؟ الموت. يعني أنا عملي يتقطع امتى؟ يقف امتى؟ عملي يقف امتى؟ بالموت. يعني ما ينفعش قبلها ب5-6 سنين عشان أنا عندي 60 سنة طلعت معاش، يعني أطلع معاش من الشغل ومن العمل، لا. العبادة مستمرة. ده أنا عندي 70 سنة والصحة، العبادة مستمرة. العبادة مستمرة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في هذه الأعمار ما كانوش بيعبدوا بس، كانوا بيخرجوا للجهاد. كان واحد منهم بيخرج يحارب وهو في هذه الأعمار اللي احنا بنقول عليها ايه؟ خلاص بقى خلصنا وكبرنا وعجزنا والكلام الجميل بتاعنا ده. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لازم نبقى لسه شغالين عبادة. لازم ما تبقاش نمت بعد رمضان بس أنا قليت شوية، تمام، ما هو ده المعروف. ما احنا كلنا هننزل شوية. ليه؟ لأن رمضان شهر الزيادة. رمضان شهر الزيادة اللي بنصلي فيه قيام ليل في المسجد. فأنا بصلي يوميا على الأقل 11 ركعة في المسجد. طب بعد رمضان
بقيت يا دوب بصلي 4 ركعات في البيت، الحمد لله كويس. المصيبة في الانقطاع. طب ده أنا في رمضان كنت بقرأ كل يوم 5 أجزاء، وختمت في رمضان 5-6 مرات. بعد رمضان يا دوب بقرأ في اليوم نص جزء، الحمد لله. نعم الحمد لله. ازاي؟ اصل رمضان هو شهر الزيادة، رمضان شهر العروض. انت كده كده بتشتري ايا كان، بتشتري طماطم، بس اليومين دول الكيلو ب5 جنيه، فرحت اشتريت 20 كيلو. طب لما الكيلو بقى ب20 جنيه اشتريت 2 كيلو بس هي دي ببساطة خالص، بلغتنا البسيطة جدا. رمضان شهر العبادة، شهر النفحات، شهر البركات، شهر كل شيء خير. فإيه اللي حصل؟ العبادة رفعت على الآخر، قيام ليل على الآخر، بمسك السبحة وبسبح بيها أعداد وأعداد. خاتم التسبيح ده ببص فيه ألاقي 20,000 50,000 30,000، بلاقي أعداد. طب بعد رمضان بلاقي 2000 بس. طب ما هو مظبوط كده، انت كده ماشي تمام. ولكن الإشكال والحرج والحاجة اللي تقف مع نفسك واقفة فيها لما تلاقي نفسك على نفس الختم في رمضان بتاع التسبيح، السبحة الإلكترونية، تبقى تلاقي عليها في رمضان 50,000 في اليوم، وتيجي بعد رمضان مفيش. لا كده واقفة بقى، كده نوقف ايه؟ نوقف لعب ونشوف احنا بنعمل ايه، لان هو كده لعب فعلا. هذا هو الامر، الاستمرار بعد رمضان. رمضان انتهى، قيام الليل لم ينتهي. رمضان انتهى، صلاة النوافل لم تنتهي. عشان الناس اللي ما كانش بيصلي فرائض قبل رمضان، ما توحد الله. في ناس قبل رمضان كانوش بيصلوا الفرض 5 بس، وكان ينوي بكل النية وبكل العزم وإرادة من حديد هصلي في رمضان. وجاء رمضان وما بيصليش، وانتهى رمضان ولسه ما بيصليش. 5 الفروض التي لا تسقط أبدا. لو الجسم كله، نسأل الله العفو والعافية، اتشل توقف، بس أنا لسه فاهم وواعي وعاقل للي أنا فيه وللحياة، بصلي. في ناس بقى لا الجسد توقف ولا العقل توقف ولا الوقت مشغول، خلاص 34 ساعة في اليوم، وما شاء الله الصحة على أشدها، ولسه شباب الشباب، ولسه راجل زي الفل بيصحى يجري تراك 50 مرة وما بيصليش، وبيتعب أوي لو الإمام قرأ سورة طويلة شوية بس كده في الصلاة. يبقى الاستمرار، هذه أيام استمرار وأيام محاسبة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأسهم من البشر، الشفيع المشفع في أرض المحشر، ثم أما بعد. طب ما بنستمرش ليه؟ لأن هذا طبع البشر. طبع البشر الزيادة والنقصان. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على قلبك من قلب وتحويل. القلب بيروح ويجي، طالع ونازل، ولكن ما في الأمر أن يكون النزول نزول في الطاعة، يعني أنا نازل وأنا لسه جوه الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حنظلة الأول ما عدى على سيدنا أبو بكر وعمال يعيط، سيدنا أبو بكر بيقول له في إيه؟ فقال له: نافق حنظلة.
حنظلة منافق. ليه بس؟ قال له بنقعد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. نقعد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسمع الجنة فنتبسط، نسمع النار فنتضايق، نسمع الآيات فكأننا أكثر الناس إيمانا. احنا بنقعد كده نبقى في حالة تانية. فإذا رجعنا إلى البيوت عافسنا الزوجات والضيعة والأموال. نرجع البيت نقعد جنب الزوجة والأولاد ونضحك ونهزر وننسى. فسيدنا أبو بكر قال له أنا كمان والله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الواحد فيهم يحصل له حاجة يروح يسأل سيدنا النبي. وبعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الواحد فيهم يحصل له حاجة يدور على حديث سيدنا النبي يعرف منه الموقف ده بيتعمل في إيه. مش إن أنا وأنا بصلي حصلت حاجة فيا ترى دي تبوظ الصلاة ولا لا، يا ترى تبوظ الصلاة ولا لا. فسألت علي اللي قاعد جنبي الذي لا يفقه شيئا في الدين إلا أحواله هو بس، يا علي اللي هو أنا، هي دي كذا حكمها إيه؟ يا عم إن شاء الله خير. خير يعني؟ خير. طب يلا تمام. وروح البيت مطمئن ولا حصل حاجة. لا، لما تحصل لي حاجة زي دي بروح أسأل أهل العلم، عشان دي صلاتك، عشان ده عمرك، عشان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يروحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإحنا عندك بنكون في حالة إيمانية فوق قوي. فإذا رجعنا إلى البيوت قعدنا برضو عافسنا الزوجات والضيعة وقعدنا مع البيت ومع الأموال وكذا وكذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ صلى عليه. لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني احنا ما بنقولكش لازم تبقى زي رمضان طول السنة، ولكن ليس في رمضان عبادة وبعد رمضان انقطاع عن العبادة. يعني مش في رمضان بتقيم الليل وبعد رمضان زيرو قيام ليل. مش في رمضان بتذكر الله وبتسبح وبتحمد الله وبتكبر وبعد رمضان مفيش. الإشكالية هنا، الإشكالية في الانقطاع. سيدنا الإمام ابن الجوزي كان يقول إن المشقة تذهب، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى أجرها. يعني رمضان تعبنا فيه وصلينا فيه وصحينا الصبح ما شربناش قهوة فيه وصدعنا فيه وعملنا كل الكلام التقيل شوية على النفس ده في رمضان، ودلوقتي رمضان خلص حاسس بحاجة من هذه الأشياء؟ لا، يبقى مشقة الطاعة راحت، ولكن بقي حتى الآن الأجر. هتيجي يوم القيامة تلاقي أجرك بتاع العمل اللي انت دلوقتي مش حاسس بيه. وإن لذة المعصية تذهب ويبقى إثمها. اللي ما عملش بقى في رمضان عشان يطلع يعمل الشيء الفلاني والشيء العلاني ويتلذذ بيه، اللذة راحت، ولكن بقي الإثم والعياذ بالله. فالذي كان يعمل في رمضان عليه أن يعمل بعد رمضان. وأما الأشد جرما في هذه الأيام الذي كان يعمل في رمضان وجاء بعد رمضان انقطع عن العمل وراح للمعاصي، نعوذ بالله من المعاصي والذنوب. الله سبحانه وتعالى قالها لنا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الست اللي بتقعد تعمل الثوب بالخيط بالإبرتين دول وتقعد تشتغل ليل ونهار، وتيجي بعد ما تخلص تروح شايفة الفتلة اللي هي بتبوظ الموضوع كله وتروح شداها والحوار باظ. ما توحد الله. طب في حد بني آدم عاقل بيعمل كده؟ في مستغربين قوي. في ولا مفيش؟ دور جنبك كده، بص يمين بص شمال، ممكن يبقى مستخبي. في اللي يقعد رمضان كله قيام ليل وصلاة وصيام وكذا وكذا، وفي ليلة العيد بنبقى ايه؟ بنبقى يا ليلة العيد أنستينا، بنرحب بيها، بنشوف ايه الموضوع، نشوف ايه اللي يتشرب او ايه اللي يتعمل في العيد او ايه اللي يتعمل من المحرمات نعوذ بالله تعالى منها.
يعني في ناس يقعد طول رمضان شغال ويجي في آخر رمضان يهد المبنى اللي هو بناه. نعم، ونعرفهم ونراهم ولكننا نغض الطرف، يعني مش واخد بالي فين هم دول موجودين. نعم، ونراهم ونعاشرهم ونعرفهم، وهؤلاء عليهم أن يفوقوا. ما تفكرش الأمر مش موجود. كان في شاعر زمان يقول لك رمضان ولا هاتها يا ساقي الخمر، نعوذ بالله تعالى منها. رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي. يعني رمضان خلص، نزل بقى الحاجات والكلام والمسائل. ده بيعمل ايه؟ هذا بنى في رمضان كأن رجلا أمامك بنى بيتا كأحسن البناء، فإذا أتم بناء البيت هدم البيت. ده عاقل؟ هذا تعده عاقلا أم لا؟ فهذه أيام هي أيام محاسبة، ولكنها محاسبة للنفس. هذه خطبة نذكر بها أنفسنا أولا. حاسب نفسك الأول، نذكر بها أنفسنا وإياكم على إيه؟ على المحاسبة. هذه أيام محاسبة، ولينظر كل إلى عمله، كل واحد محاسبته على قدر عمله. الذي عمل في رمضان فليحمد الله ويشكر الله ويستمر على العبادة حتى لو نزل شوية، ولكنه نزل في الطاعة، لسه جوه الطاعة، لم يخرج من الطاعة، لم يخرج من القرب من الله سبحانه وتعالى. طب الذي عمل في رمضان وبعد رمضان انقطع بيحاسب نفسه. طب الذي عمل في رمضان وبعد رمضان ذهب إلى المعاصي يقعد برضه يحاسب نفسه. طب الذي لم يعمل في رمضان لا، يقعد يحاسب نفسه ويتوب بسرعة، لأن انت عدى عليك 30 ليلة كما قلنا يعتق فيهم الله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار. ولما يعدي 30 ليلة كل ليلة فيها عتقاء من النار ولم تكتب فيها من المعتوقين، اعلم أنك خاسر أكبر. فهذه أيام محاسبة، أيام معرفة للنفس. إذا كنت قصرت في رمضان اعلم أن هذا القلب اسود من كثرة الذنوب ويحتاج إلى نظافة. هذا القلب محتاج نظافة عشان نعرف ندخل فيه طاعة تاني. والذي كان يعمل وقصر بعد رمضان خد بالك وحصن نفسك، حصن نفسك بالطاعة، وادع الله سبحانه وتعالى، اسأل الله الثبات. الثبات ده مش قوة منك. الذي كان يعبد الله ليس قوة منك فقط ومش شطارة منك انت بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها. النبي اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده، ما تصلي عليه. سيدنا النبي نفسه خير خلق الله كان يقول لك اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء. يعني أنا أعبد الله في رمضان وأجي بعد رمضان أقطع؟ ده دي نعمة سلبتها، كأن الله أعطاك نعمة ثم سلبها منك، نعوذ بالله تعالى من سلب النعم. يعني إيه؟ يعني أنا عملت في رمضان أجي بعد رمضان اسأل الله الثبات، ادعي بالثبات، ادعي بالاستمرار، ادعي الله سبحانه وتعالى بألا يسلب منك نعمة الطاعة، بألا يسلب منك نعمة القرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه أيام محاسبة. ولا ننسى قول سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك دلوقتي حساب ما حدش شايفه غيرك وما حدش سمعه غيرك ولسه ما فيش عليه عقاب. بينك وبين نفسك قاعد بتقول أنا عملت إيه وسويت إيه وابعد عن كذا إزاي وزود في الطاعة الفلانية إزاي وأعمل إزاي وأسوي إزاي. هذه أيام المحاسبة قبل أن يكون يوم تحاسب فيه على التأوه. لما الأئمة زمان كان واحد يجي يتوجع الإمام أحمد بن حنبل قالوا له تكتب اللي أنت بتقولها وأنت عيان دي مكتوبة، فكان بيكتم بتاعته. واحد يصفر التاني يقول له الصفارة دي مكتوبة. واحد غمز كده ولا رمش كله ده مكتوب. كل هذا مكتوب. يبقى أنت محتاج تقعد تحاسب نفسك قبل أن يكون يوم يكون لو أعوذ بالله تعالى أمام الخلائق وتجد كل هذا مكتوب وتحاسب عن كل هذا. فهذه أيام محاسبة وهذه أيام
رجوع، وهذه أيام نعلم فيها أن نستمر على الطاعة بعد رمضان، سواء عملنا في رمضان سواء قصرنا في رمضان، أيا كان حالك في رمضان. رمضان انتهى وولى، وبعد رمضان يستمر العمل. وختاما نذكر بإخواننا في فلسطين وبكل المسلمين المستضعفين في كل مكان على هذه الأرض، نذكر بهم، نذكر أن ننساهم، نذكر أن نذكرهم في دعائنا، نذكر أن نتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا، نذكر أن نقاطع قدر الإمكان لوجه الله سبحانه وتعالى شيء نقف به أمام الله، نقول له يا رب قلت لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا كان ما بوسعنا شيء نقف به أمام الله، نقول له يا رب التزمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم. اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة، وآخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.